اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهارده هنعمل كب كيك جميل مع بعض وكيكايه بكوبايتين دقيق. هنعمل احلى كب كيك ان شاء الله هيعجبكم، وهنزينه قدام الكاميرا مع بعض بحاجات بسيطة. طبعا اللي موجود عندك في البيت هتزيني بيه. طبعا التزيين ده براحتك، محدش يقدر يقولك انتي زيني حاجتك، ايه الحاجة اللي موجودة زيني بيها. عملنا 6 قطع كب كيك مش قليلين، وكانوا خضار وكيكايه بكوبايتين دقيق. خليكم معايا وامشوا على الخطوات وقولولي ايه رأيكم في كومنتاتكم الجميلة اللي انا متعودة عليها. يلا خليكم معايا وامشوا معايا خطوة بخطوة. انا جبت طبق اهو، جبت بضاية واحدة بس وعليها رشة فانيليا، وكوباية فيها ربعها زيت او سمنة على حسب ما انتي عاوزة. انا جبتها كوباية عليها ربعها زيت وسمنة مع بعض. ورحت جايبة نص كوباية سكر، وبدأت ان انا اقلبها كويس جدا. طبعا جبت المضرب اليدوي، وعما بدأت ان انا اضربها بالمضرب اليدوي، السمنة والبيضة والسكر. انا بحب وبفضل ان انا قدام الكاميرا اشتغل بالمضرب اليدوي، علشان اللي ما عندهوش مضرب كهربائي يعرف ان النتيجة هي واحدة. وجبت كوباية زبادي وبدأت ان انا اضربها بالمضرب شوية. ورحت جايبة كوباية الا ربع مية. طبعا انت حابه تحطي لبن، حطي كوبايه لبن كامله، ما تحطيش علبه زبادي وما تحطيش ميه، وحطي كوبايه لبن كامله. يعني الزبادي والميه بدل كوبايه لبن. وبعدين جبت بقى كوبايتين الدقيق بتوعي، وبدات ان انا انزل بيهم على الخليط اللي احنا عملناه، ومعلقه كبيره بيكنج باودر. وبدات ان انا انخل الدقيق فوق الخليط بتاعي. انا طبعا حابه ان انا انخل وامشي خطوه بخطوه معاكم قدام الكاميرا. وبدأت ان انا اشتغل بالمضرب بقى كويس جدا علشان اخلط كل الخليط ده كله ببعضه. بس حطيت رشة صغيرة من الملح، وهبدأ ان انا اضرب الخليط ده كله ببعضه بالمضرب بتاعي. لازم تضربيه كويس جدا لغاية ما تحسي ان كل الخليط امتزج ببعضه. يعني افضلي اضربي بالمضرب كويس جدا لغاية ما تحسي ان الخليط كله امتزج ببعضه. بصي ما شاء الله كان جميل. اضربي بالمضرب كويس جدا. طبعا اللي عنده مضرب كهربائي يشتغل بيه عادي، اللي مش عنده انا شغاله بالمضرب اليدوي قدام الكاميرا معاكم. وجبت بقى العلبه السيليكون ديت، دي بتاعه الدوناتس. انا جبتها هعمل معاكم بيها الكوب كيك. ليه؟ لان انا هعمل في الكوب كيك حشو في النص. فانا جبت العلبه بتاعه السيليكون بتاعه الدوناتس، وبدات ان انا اعمل معاكم خطوه بخطوه. هنزل بمعلقتين 2 في العلبة. ليه بقى؟ علشان انا مش هخلي العلبة تتملي للاخر، علشان انا لما احطها في الفرن هتعلى وما تبقاش مش حلوة معايا. انا يدوبك معلقتين عملت نص العلبة. طبعا لما هتتحط في الفرن هتعلى فوق العلبة كمان. يعني انت لازم تحطي نص العلبة بس، ما تملهاش على الاخر، نصها كفاية. وبدأت ان انا انزل بالخليط بتاعي اهو، نصها كويس جدا بس كده. وفضل نص الخليط. هبدأ ان انا اخبطها شوية كده علشان انا عايزاها تبقى تدي الشكل بتاع السيليكون اللي تحت. عملت 6 كب كيك، وفضل نص الخليط بتاعي. رحت جايبة الصينية ديت، ورحت قلت ايه بقى، فردت فيها سمنة. لازم طبعا ان انت كنتي حطي في السيليكون او في الصينية دي لازم تحطي سمنة او زيت، وتفرديها كويس جدا في الصينية علشان ما تلزقش منك. وحطيتها في الفرن وخلاص كده استوت. ورحت جايبة الكيكاية بتاعتي وقلبتها في الطبق اللي كانت نص الخليط ده. تعتبر كوباية واحدة دقيق، كانت خطيرة جدا وما كانتش قليلة، كانت هشة وكانت حلوة. تعتبر لكوباية دقيق كانت جميلة خالص. وده الكب كيك بتاعي. بصوا ما شاء الله كان عالي ازاي، كان جميل خالص اهو. بصوا ما شاء الله جميل خالص. بصوا الشكل ده، الشكل بتاعه اهو خطير. ورحت بقى بدأت ان انا انزل بيه في الصينية. طبعا سبته بريد شوية، ما ينفعش ان انا اشيله من الكيكاية او اي حاجة غير لما تبرد شوية.
ورحت بقى عملت الحشو بتاعي دي شوكولاته. طبعا انتي الحشو بتاعك زي ما انتي حابه، مربى، شوكولاته، زي ما انتي حابه. وكان عندي شربات اهوت، بس خففته بشويه ميه. ليه؟ علشان انا مش عايزه جوز الهند تلزق في الشرب في الكب كيك وتغطي اللون بتاع الكب كيك بتاعي. انت حابه ان الكب كيك بتاعك كله يبقى جوزة هند، تقلي الشربات، هيلزق كل جوز الهند في الكب كيك بتاعك. وبدات اسقطه في الشربات، وارجع اسقطه في جوز الهند علشان يديه الشكل الحلو بتاعه. طبعا عملت 3 وحدات بس من الشربات لجوز الهند، والتلاتة التانيين ما حطيتهمش في الشربات وجوز الهند علشان عندي ابني ما بيحبش جوز الهند، بيحبها خفيفة. وجبت اللون دوت جميل خالص. اللون دوت على فكرة مفيهوش الوان صناعية كتير، جميل. وبدأت ان انا انزل بيه، ادي بيه اي شكل على الكب كيك بتاعي. طبعا انت حابة براحتك، ده اختياري. مش حابة براحتك برضو. عايزه تزودي جوز الهند زي ما قلت لك، تقلي الشربات او حطيه في مربى وروحي حطاه في جوز الهند، هيتقل معاكي وهتبقى فيها جوز الهند باينه اكتر. ورحت جايه بقى خلاص كده، زينتهم زي ما انا حابه. وجبت الكيكايه بتاعتي اللي انا عملتها، تعتبر مقدار كوبايه دقيق. ورحت برضو زينتها بجوز الهند واللون بتاعي اللي احنا بنستعمله اهو. وحطيت رشيت على اللي انا ما حطيتش عليهم شربات وجوز الهند، رشيت عليهم حاجات خفيفه. عايزه اقولك بكوبايتين دقيق قمت عملت احلى كيكايه. وعملت بيها برضو كميه مش قليله، 6 قطع كب كيك خضار دولت. بصوا دي من غير جوزة هند وشربات. بصوا والشكل اللي كان في السيليكون، وديت بجوزة الهند والشربات. دي كانت تحفه، كانت تحفه. الشربات وجوزة الهند كان مديها طعم جميل جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون عنده حسن ظنكم. ما تنسوش بالاشتراكات وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. كومنتاتكم جميلة جدا، ربنا يبارك لي فيكم وتفضلوا معايا على طول، ونزيد مع بعض ونكبر مع بعض. ربنا ما يحرمني من كلامكم الحلو ابدا ابدا يا رب. حبايبي زي ما احنا قايلين، الحلو للحلوين. يا رب يكون فيديو عجبكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.